كارما، بطلي التصرفات السخيفة دي واخرجي اقعدي معانا. بابا مجدي زعلان من اللي انت بتعمليه، ابتدى يحس انك متغيرة عليه وبيشتكيلي منك، مع ان الراجل عمره ما قصر معاكي في حاجة، وعلى ايدك احنا عنده شفنا الحلو كله. ازاي نقابل كل ده بالجحود والنكران؟ ليه لما بيكون قاعد بتدخلي اوضتك وما بتخرجيش منها الا لو نزل او دخل الحمام؟ ولما نجتمع على الاكل بيكون بيكلمك لكن انت مش بتردي عليه. هو عمل ايه كل ده؟ فهميني. رديت عليها بوجع وقلت: وانا مش عايزة منه اي حاجة، مش عايزة غير انه يبعد عني ويطلعني من دماغه، يسيبني في حالي، اقعد في اوضتي اكل ما اكلش ملوش دعوة بيا. وبالنسبة للي عمله وبيعمله انا قلتهولك، بس انت اللي ما صدقتيش، وما عنديش اي حاجة تانية اقولها. بصت لي بغضب وخرجت من الأوضة من غير ما ترد عليا، وسابتني في دوامتي اللي بتبلعني كل يوم أكتر من اليوم اللي قبله، ومحدش شايفني ولا مدد إيده يطلعني منها. أنا كارما، عندي 16 سنة. عمري ما كنت أتخيل إن أمي تبقى أكبر خذلان في حياتي. كنت فاكرة إن الدنيا كلها لو وقفت قصادي هلاقيها هي جنبي، هتصدقني وتحميني، مش تبعني وتختار مصلحتها مع راجل دمرني. كنا عايشين أنا وأمي لوحدنا، كانت حياتنا بسيطة ومستقرة بعد موت بابا، لحد ما ظهر في حياتها مجدي وطلب إيديها للجواز. دخل علينا بوشه البشوش وكلامه المعسول ووعود بالعز والستر والراحة. أمي طارت فوق السحاب وهي حاسة إنها خلاص هتعيش الحياة اللي كانت طول العمر بتتمناها. كنت وقتها صغيرة حوالي 9 سنين. في أول سنين الجواز من معاملته ليا وحنيته عليا صدقت ساعتها إني كسبت أب، وفعلا كان بيتعامل معايا كأب، حضن وطبطبة ودلع، وكل حاجة نفسي فيها كان بيجيبها لي. وكان دايما يقولي: يا كارما انتي بنتي اللي ربنا ما أردش إن أجيبها من صلبي، لكن بعتها لي هدية. كل ده كان حلم جميل، لكن صحيت منه في يوم على كابوس فظيع. ابتدى لما أمي باعتبار إنه أبويا كانت بتفرحه بيا وقالت له: كارما بنتك كبرت يا مجدي، دخلت في سن البلوغ خلاص. الكلمة دي ما عدتش على ودنه عادي، ولا رد فعله عليها كان زي رد فعل أي أب. لأ، دي كانت عاملة بالنسبة له زي الشرارة اللي اتولد منها النار، نار أكلت روحي. من اللحظة دي ونظراته ليا اتغيرت، ما بقتش زي الأول. النظرة اللي كانت كلها أبوة اتحولت لنظرة ديب، ديب بيشوف قدامه فريسة وبيدرس تفاصيلها ونقاط ضعفها، وكل مرة كان بيبصلي فيها كان بيدب في قلب الرعب. كنت بحاول أكدب إحساسي، أقنع نفسي إن دي وساوس، بس كل مرة كان بيمد إيده بحجة إنه بيطبطب عليا. الطبطبة بقت مختلفة، جسمي كله كان بيتشنج. كل مرة كان يدخل أوضتي بالليل بحجة إنه بيطمن عليا، واصحى الاقيه واقف فوق دماغي او قاعد جنبي على السرير وبيراقبني. كان قلبي بيقع في رجلي. لحد الليلة المشؤومة صحيت قبل الفجر على احساس غريب. فتحت عيني لقيته جنبي وايده بتمشي على تفاصيل جسمي. في اللحظة دي حسيت ان روحي بتتسحب مني. عايزة اصرخ، صوتي اتسجن في حلقي. عايزة اقوم اجري، حسيت اني مشلولة. رجلي متسمرة في السرير وكأنه مقيدني بحبل خفي ومخيط بقي من غير خيوط. صاحية وواعية بس جسمي مشلول، ودي حالة أول مرة تجيلي. كل اللي عملته إني بكيت من قلبي وأنا شايفة الشخص اللي هو كان الأمان بالنسبة لي بيتحول لأكبر تهديد. شايف دموعي ومع ذلك مكمل في اللي بيعمله. فضلت على الحال ده لحد الصبح، وأول ما قدرت أتحرك جريت على أمي وأنا منهارة ورحت أحكي لها كل حاجة، وهي سمعتني للآخر، وردها كان زي السكينة اللي غرزت في قلبي. لقيتها بتقولي: انتي بتقولي ايه يا كارما؟ انتي اتجننتي؟ بابا مجدي طول الليل نايم جنبي وما قامش ولا خرج من الأوضة. دي أوهام يا حبيبتي، الظهر كده انه كابوس. استعيذي بالله من الشيطان الرجيم، واوعي بابا مجدي يسمعك بتقولي الكلام ده احسن يزعل منك. الراجل بيخاف عليكي كأنك بنته، ما تخسريهوش وتخليكش منك. لسه هرد عليها خرج هو من الحمام وكان مبسوط وبيغني. صبح علينا وبس دماغ ماما وقرب عشان يبوس دماغي،
لكن أنا رجعت لورا وبعدت عنه. سألني ببراءة كدابة: مالك يا حبيبة بابا؟ شكلك متضايقة؟ في حاجة مزعلاكي مني ولا إيه؟ أو حد عموما مزعلك قوليلي، ده أنا بابا حبيبك ما تخبيش عليا. ردت عليه أمي بسرعة وقالت: لا لا أبدا يا حبيبي، هي بس شافت كابوس وصحية خايفة ومتضايقة، دلوقتي هتفك وهتبقى زي الفل. ادخل البس انت وانا هجهز لك الفطار عشان يا قلبي ما تتأخرش على شغلك. بصلي وابتسم ابتسامة شريرة أو ابتسامة نصر، أنا بس اللي فهمتها، وسابنا ودخل الأوضة وهو بيغني. أما أنا فحسيت إني اتخذلت أكبر خذلان من أمي، فرجعت أوضتي قفلت على نفسي نمت وأنا بحاول أقنع نفسي إنه فعلا كان كابوس، وتمنيت إنه ما يتكررش. بس للأسف الكابوس اتكرر، وكل يوم بقى يتعاد بنفس تفاصيله، وكل مرة أجري فيها على أمي عشان تنقذني كنت أسمع منها نفس الردود، نفس الدفاع المستميت عنه، ومش شايفة غير إنه هو الصح وأنا مجرد واحدة بتهزي. عدوا شهرين وأنا في الجحيم ده، كل ليلة بيجي، كل يوم بيلاقي طريقة يقرب، وأنا بتاكل من جوايا. النوم هرب والكوابيس بقت مصاحباني، حسيت إن لو فضلت كده هموت من القهر. فجبت رقم عمتي اللي من ساعة ما أمي اتجوزت وغيرت رقمها العلاقة ما بيننا اتقطعت، بس فضلت أنا محتفظة بالرقم في أجندتي. كلمتها، وأول ما سمعت صوتي وسمعت الحكاية صوتها اتغير وصرخت بقهر، ولقيتها قالت: إزاي يا كارما؟ إزاي سايباه يعمل فيكي كده؟ وإزاي أمك ساكتة وبتدافع عنه وكمان مش مصدقاكي؟ ولا هي اللي مش عايزة تصدق وتخسر ولي نعمتها؟ معقول الفلوس عمت عقلها للدرجة دي؟ وكملت وقالت لي: كارما اسمعيني يا حبيبتي، أنا هديك عنوان أخت جوزي وهقول لها تاخدك عندها، هي طيبة جدا وجوزها ميت ومعاها بنتين في سنك تقريبا بتربيهم، انتي هتقعدي عندها وانا هبعتلك مصاريفك لحد ما اقدر انزل مصر واتصرف واخدك معايا. اهم حاجة دلوقتي تسيبي البيت، لازم تنقذي نفسك يا كارما بأسرع وقت. عمتي فضلت تشرح لي اعمل ايه واخد ايه معايا وامشي امتى. ظبطنا كل حاجة وقررت اني خلاص هسيب البيت وامشي، بس قبل ما امشي هسيب لأمي هدية بسيطة، هدية تعيش معاها بعد ما سيبها. أخدت تليفونها من وراها لأن تليفوني بقاله فترة بايظ، وعشان موقفي من الأستاذ مجدي رافض يجيب لي غيره أو يصلحولي من باب طبعا التأديب. أخدت التليفون أوضتي واستنيت ميعاد كل يوم بتاع نص الليل، فتحت فيديو وحطيت التليفون على التسريحة وعملت نفسي نايمة، وفعلا دخل قرب بخطوات تقيلة ونفس اللمسات المسمومة، نفس الأنفاس البغيضة. والمرة دي أنا ما قاومتش، سبت نفسي وكأني استسلمت، لكن الحقيقة أني كنت مستنية اللحظة تتوثق، عايزة الحقيقة تتشاف بالعين ما تبقاش كلام، واللي مطمني أنه ما بيتمداش معايا لدرجة خطيرة. صبرت بالعافية للصبح، استنيته لما خرج ورحت لأمي، إيدي اللي كان فيها دليل صدقي بتترعش، وعيني مليانة إصراري إن أتأكد هي فعلا مش مصدقاني ولا هي عاملة نفسها مش مصدقاني زي ما عمتي قالت. اديتها التليفون وقلت لها: بصي بنفسك، شوف أنا بفتري على الملاك بتاعك ولا هو شيطان وانتي مش عايزة تصدقي. أخدت من إيدي التليفون، وأول ما شافت الفيديو وشها اتبدل، بلعت ريقها وبصت لي وأنا واقفة راقب رد فعلها. قلت لها بكل الوجع اللي جوايا: اتأكدتي دلوقتي إني ما كنتش بهلوس؟ توقعت إنها تنهار تصرخ تاخدني في حضنها، لكنها ردت عليا بهدوء مميت وقالت: محلولة يا كارما، أنا هكلمه وأوعدك إنه مش هيعمل كده مرة تانية، انسي كل اللي حصل، ومن النهاردة كل حاجة هترجع لطبيعتها. كلامها صدمني أكبر صدمة في حياتي، مش هو ده رد الفعل اللي كنت مستنياه منها أبدا، مش هو ده الكلام اللي كنت متوقعة أسمعه منها. رجعت لورا وأنا ببصلها ومش شايفاها غير إنسانة غريبة عني وما يهمهاش أمري، ومن غير تردد خليتها دخلت أوضتها، وأخدت حاجتي ومشيت من غير ما تشوفني.
وسبتها مع جوزها والعز والفلوس، والفيديو على تليفونها تذكار يفكرها كل ما تشوفه قد ايه هي خذلتني وكانت أنانية. وصلت العنوان اللي عمته ادتهوني، ولما دخلت بيت أخت جوزها اللي كانت عارفة حكايتي أخدتني في حضنها. حسيت بحاجة عمري ما حسيتها في حضن أمي، حسيت أمان ودفى وحنان. الست دي فتحت لي باب بيتها كأنها كانت مستنياني من سنين، وبنتها اللي من نفس سني قعدت جنبي وعملتني كأني أختها، والكبيرة كانت في نفس حنان أمها عليا وأخدوني في حضنهم. والأول مرة من شهور طويلة أقدر أغمض عيني وأنام، أنام في وسطهم من غير خوف ومن غير كوابيس. وما اكتفتش إنها بس تديني سقف وأكل، لأ، دي خدتني من إيدي وودتني لدكتور نفسي وقالت لي الوجع اللي جواكي ما ينفعش يتدفن ويتسكت عليه، لازم يتعالج صح عشان ما يسيبش أي آثار تفضل معلمة جواكي العمر كله. بكيت من قلبي بعد كلامها، عشان دي كانت أول مرة حد يشوف الوجع اللي جوايا ويحس إن أنا استاهل أتعالج، أستاهل أعيش. ومن هنا بدأت رحلتي خطوة بخطوة، دمعة ورا دمعة. ابتديت أفهم إن اللي حصل لي كله في الأول وفي الآخر غلطة أمي، اللي كان المفروض تاخد بالها مني أكتر من كده وتصدقني وأكون أنا اختيارها الأول قبل أي حد، حتى نفسها. لكن للأسف لقب أم طلع ما ينفعش نديه لأي واحدة حملت وولدت وخلاص. الأمومة ليها قواعد، وأهم قاعدة فيها التضحية، وأنا أمي الحاجة الوحيدة اللي ضحت بيها هي أنا. عدت عليا الأيام وأنا كل يوم بحس نفسي أحسن من اللي قبله. أمي معرفش عنها حاجة، بس عمتي قالت لي إنها كلمتها تسألها عني، وقالت لها إنها ما تعرفش عني حاجة. حاولت أنساها بس ما قدرتش، فلقيتني غصب عني في يوم بتصل بيها. حبيت إن أسمع صوتها، حبيت أتأكد إنها لسه فاكراني، أو حبيت أجدد وجعي منها عشان ما ضعفش وأحن لها. لقيتها ردت عليا بصوت مكسور وقالت لي انتي فين يا كرمة؟ دورت عليكي كتير يا بنتي، ارجعي يا حبيبتي ارجعي، خلاص اللي كنت خايفة منه انتهى. مجدي عمل حادثة ومات من شهرين، وبعد ما مات جت مراته الأولانية اللي مطلعش مطلقها زي ما مفهمني، وطردتني من الشقة هي واخواتها، وأخدوا مني كل حاجة، حتى دهبي أخدوه، طردوني بشنطة هدومي وقالوا لي لو ليكي حاجة روحي خديها بالمحاكم. كده كده هو كان كاتب لأختنا كل حاجة من زمان. رحت لمحامي و2، وللأسف قالوا لي حلي ودي معاهم، ولو ادوكي أي حاجة قبليها، أصل المحاكم حبالها طويلة. وحتى المعاش ماليش لأنه كان شغال قطاع خاص، يعني كل حاجة راحت في ثانية. يمكن ده ذنبك، أو يمكن ربنا عمل كده وأخده عشان نرجع نعيش مع بعض من تاني، عشان أنا يا بنتي ماليش غيرك، إحنا مقلناش غير بعض. ضحكت على كلامها ورديت عليها بمرارة وقلت لها للأسف يا أمي، انتي مش هتشوفيني تاني غير في أحلامك، انتي تخليتي عني في عز ضعفي، فما تستنيش مني حتى الشعور بالشفقة عليكي وانتي في حالتك دي دلوقتي، أو بعد ما تتدهور أكتر، لأن ده اللي أكيد هيحصل. أنا النهاردة كلمتك عشان أفكر نفسي بقسوتك وقت لأي ذرة حنين ليكي جوايا، وعشان أقولك خليكي فاكراني، اوعي تنسيني. كل ما تحسي بالوحدة أو تحتاجي الحضن أو تتعبي، كل ما تعوزي حد تسندي عليه، افتكري إني كنت هديكي كل ده، لكن انتي تخليتي عني عشان الفلوس. خلي بقى الفلوس تشتريلك حد صادق يحبك زي ما كانت بنتك هتحبك. الوداع يا أمي، أو يلي كنتي أمي. ونهيت المكالمة، ونهيت معاها كل علاقتي بالست اللي ادتني أكبر ألم على وشي، وعلمتني إن مش كل الأهل بيكونوا سند وظهر.